الكلمة الآن للسيد أدعو النائب بن أعمر فوزي فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السادة الوزراء، زملاتي النواب، السيد الرئيس المحترم بالنيابة، أسرة الإعلام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. جئنا اليوم لمناقشة آخر ميزانية في هذه العهدة. ناقشنا ميزانية 2022 وكان فيها 74 مليار، وناقشنا ميزانية 2023 وكان فيها 100 مليار دولار، وناقشنا ميزانية 2024 كان فيها 113، وناقشنا ميزانية 2025 كان فيها 128، وهذه أكبر ميزانية ب 135 مليار دولار. الأكيد كاين طرقات راه تخدم، كاين مدارس، كاين ثانويات، كاين جامعات، كاين لكن الجيب تاع المواطن والله ما خربنا فيه، مازال قاعد على حاله. كلنا كما رانا نعانيو من القدرة الشرائية. حتى انتم لو كان نجيو نسقسيوكم كوزارة تقولوا لنا لي صالير تاعنا ما يكفيوناش. واش يقول هذاك الموظف اللي راه في البلديه يخلص 3 ملايين ويرفد لي زوردور؟ واش يقول هذاك الموظف اللي يخلص 5 ملايين؟ واش يقول هذاك الموظف اللي راه يخلص حتى 20 مليون كيجيونا يحسبوها هي 750 دولار ولا 750 اورو؟ لازمنا نخربوا في القدره الشرائيه لان المواطن باش يرتاح. المواطن ما راش قادر يشري سياره، وما راش قادر يشري موطو موبيلات، وما راش قادر يشري فيلو لولده، وما راش قادر. هذا هو المشكل اللي راه عندنا في البلاد. لازمنا نقولوا الصراحه لبعضنا بعض. الا نجيو ونصفقوا على بعضنا بعض ونكرديو لبعضنا بعض وننافقوا مع بعضنا بعض في امور اللي تضر البلاد وتضر حكومتنا وتضر دولتنا، ما نبنيوش بلاد. لازمنا نكونوا صراحه باش نبنيو بعضنا بعض، لان كي تقوى حكومه تقوى بلاد ونقوى احنا معاها. الا قوات ضعفت حكومه احنا ضعفنا معاها. اكيد 135 مليار ميزانيه كبيره. السيد الوزير يقول الميزانيه الفارطه كونسومينا 70% و30% ما تكونسوماتش. السبب واش؟ علاش ما استهلكناش؟ ما عندناش مشاكل، غارقين بالمشاكل. مازال كاين طرق ولائيه ما نخدمتش، مازال كاين طرق بلديه ما نخدمتش، مازال. لهذا نشوفوا المشكل وين راه. من هذا المنبر نتوجه الى السيد وزير السكن نقول له يا ودي الناس تاع البناء الريفي يعطيهم 300 مليون باش يبنيو سكنات لائقه لاولادهم، والسكن الاجتماعي رفعوا هذا 2 ملايين و400 راها ما دير والو. ردوها على الاقل الناس يستفادوا حوالي 6 ملايين او اكثر باش الناس اخرين يستفادوا. لان كاين مشاكل كبيره، كاين اللي راه يعاني مسكين في السكن، كاين اللي راه يعاني في السياره، كاين اللي راه يعاني. احنا الجزائريين باغيين نعيشوا حتى احنا مرتاحين، باغيين نعيشوا مهنيين في بلادنا، ما باغيينش نمشيو احنا لاوروبا ولا نمشيو لامريكا، ولا باغيين في بلادنا ونعيشوا مهنيين ونعيشوا ملاح ونعيشوا بروب ونعيشوا طريق. هذا حقنا في بلادنا. هذا الشيء اللي ضحاو عليه 1.5 مليون شهيد، هذا الشيء اللي ضحاو عليه المجاهدين اللي ماتوا ربي يرحمهم، اللي حياني ربي يطول في عمرهم. لهذا يا اخوان نقول نولي البلديه مغنيه اللي جيت منها. سيدي الوزير، الشعاع الجمركي ثم الشعاع ارفعوا علينا هذا الشعاع الجمركي، هذا ما راه كاين والو ان شاء الله. ايصال بعد السكنات اللي نبنات بدون رخصه بناء، وصلوا لها الضوء، وصلوا لها الغاز، وصلوا لها الماء، وصلوا لها لاسينيسمو، او كاينه حاجه اخرى هدوا لهم وعاودوا عطوهم، هدوا لهم وعطوهم سكنات. هادو ما داروش دي بيدونفيل، عندهم سكنات لائقه ماشي دي بيدونفيل. وكاين هضر مش نهضر على مغنيه او تيلمسان او بالعباس او راني نهضر على كل القطر الوطني بالطبع، خاصه ولايه تيلمسان. هاد الناس هادو بناو، ما بناو بدون ترخيص، نسلكوهم، السكن تاعه مقبول، ندخلوا له الغاز، ندخلوا له الضوء، ندخلوا له هذا بصحته، يتهنى هو ووليداته هو واهله. تخيل انت اسره فيها 5 6 من الناس ما عندهمش الكهرباء، ويوميا يتصلوا بنا احنا، يتصلوا بالولايه، يتصلوا بالبلديه، وحتى واحد ما قاد يحل المشكل. شكون هو اللي يحل هذا المشكل؟ شكون اللي يحل؟ يجينا الوحي، ما يجيناش الوحي. اكيد احنا كمسؤولين سواء في الحكومه سواء في الولايه سواء في البلديه، احنا اللي نحلوا. لهذا نطلبوا من الحكومه تاعنا تنظر لهذا الناس هذو. عندنا مصنع في بني بوسعيد ولايه تيلمسان تاع البياس ديطاشي، كاين 2 شركاء فيه، وكاين الدوله، ولحد الان راه موقف. حنا ماذا بينا هذا المصنع الى قلع.
يخدموا فيه ولادنا، خاصة حنا منطقة حدودية. إذا كان المشكل راه في العدالة، نطلبوا من العدالة تاعنا تفريه، وإلا الحكومة تفريه كان غادي يحل. ماناش عارفين، يقولوا الشركاء ما تفاهموش بيناتهم، يقولوا المبلغ مبالغ فيه، يقولوا كذا، حنا ما عندناش معطيات باش ما نتهموا حتى جهة، والدولة طرف فيه. كان زوج شركاء والدولة طرف، لهذا نطلبوا الإسراع في فتح هذا المصنع إن شاء الله. تقاعد مسبق سيد الوزير، الجمارك والبوليس والحمايه المدنيه وكل اسلاك الدوله كاع الناس اعطيوهم، قالت لهم 3 سنين مدوا للناس كاع بصحتهم، وتحيه الجزائر. هذا ما نقول، الوقت راه يدهمنا بزاف. عندنا وزير العمل، وزير الصحه، راه كاينه عندنا كارثه في الجزائر. حنا كاع كيما رحنا زايدين زياده تقليديه، ما كانش فينا اللي مواتنا داروا السيزاريان، مواتنا ما ولدوناش بالسيزاريان. كارثة عظمى يا جماعة، ما ناخذوها بعين الاعتبار. كارثة. 80% تاع بناتنا راهم يروحوا لو زيبوتو، خاصة البريفي، ما نقولش كلش، خاصة يديروا لي سيزاريان. عار، عيب، تبادي. خربنا في الطبيعة، رانا نخربوا في الطبيعة. المرأة دير ولادة عادية، وجابت رجال، وجابت الأمير عبد القادر، وجابت هواري بومدين الله يرحمه، وجابت عبد العزيز بوتفليقة الله يرحمه، وجابت عدة رجال وخدموا البلاد وداروا. المرأة اللي جابت عميروش ما ولدتش بسيزاريان، المرأة اللي جابت لطفي، المرأة تبهديل رانا فيه. نطلبوا من وزارة العمل التدخل، ونطلبوا من وزارة الصحة المراقبة، والحكومة على. شكرا سي فوزي على هذا التدخل، شكرا سي فوزي على هذا التدخل القيم. الانشغال وصل.